السلام عليك يا رجل. وعليك السلام يا رجل. أريد عطرا من أزكى الزهور لأفضل نساء العالم. لأفضل نساء العالم؟ ومن هي تلك؟ إنها فاطمة بنت رسول الله. ما الذي حصل اليوم؟ فالكل يبتاع من أجلها. الليلة ليلة عرس، احتفالا بزواج فاطمة من علي بن أبي طالب. إذن علمت الآن سبب شراء سلمان ومقداد وآخرين للحاجيات المنزلية من السوق. أجل، فما ابتاعه كان لبيت علي وفاطمة. إذن يا بلال تعال واشتري عقدا من الذهب أو الفضة لتقدمه هدية إلى الزهراء. لن أستطيع، لا أملك رخصة لشرائه. أين العطر الذي طلبته؟ خذ هذا ففيه عطر فواح من أزكى الزهور الفارسية يا بلال. إنه عطر جيد. أجل، وثمنه 3 دراهم. يا بلال، ألا تدعوني الليلة للحضور في حفل زواج بنت الرسول؟ لا مانع في ذلك، تعال. فالليلة ليلة عرس، ليلة زواج كوكبين جميلين لا نظير لهما في الكون، وحضور أهالي يثرب في الحفل يسرنا. تعال إذن. لم أعرف هؤلاء الناس أبداً، إذ إنهم يدخلون في توادد حتى مع أعدائهم. يا شاس، أتذهب الليلة إلى عرس فاطمة؟ إنك أولى بالسخرية يا هذا. لكنني سأبعث حنة ونساء يهوديات أخريات إلى حفل الزواج ذاك. ولم يا ترى؟ للسخرية. يعقوب، ناولني تلك القطعة الفضية. إن النبي قلق يسأل دوما عن بلال، فالأذان قد تأخر. لست أدري، فقد أوصاه النبي اليوم بإطعام أحد اليتامى، ولكنه لم يعد إلينا بعد. إنها ليست المرة الأولى التي يطعم فيها بلال اليتامى. ربما رحل إلى مكان بعيد. مكان بعيد؟ أجل، مثلا إلى بساتين النخيل خارج المدينة. ترى لماذا؟ لا أدري. يسأل النبي عن بلال، هل جاء؟ إنه لم يأتي بعد. أخبر النبي بأن يسمح لشخص آخر بالأذان، إذ إن الوقت متأخر. حسنا، سأخبره. إن اليهود في ضواحي هذه المدينة يكرهون بلالا، ربما أخذوه غلاما لهم. الكل يعرف بلالا، ولا أحد يجرؤ على ذلك. أضف إلى ذلك فإنه رجل شجاع ولا ينصاع للذل مهما اشتدت الظروف. ألم يأتي بلال؟ كلا، قال رسول الله ليؤذن شخص آخر. فليصعد أحدكم إلى سطح المسجد ويؤذن. لقد جاء بلال. اذهب وأخبر رسول الله بمجيء بلال. يا بلال، ماذا حصل؟ لما تأخرت؟ كنت في بيت فاطمة. كنت في بيت فاطمة؟ أجل، ذهبت لإنجاز عمل ما، فرأيت الحسن ابن علي الصغير باكيا، وكانت فاطمة تطحن بالرحى. قلت لها اسمحي لي بطحن القمح أو بمراقبة الحسن، فأخذت فاطمة على عاتقها مراقبته وطحنت القمح، فهممت بطحنه ولهذا تأخرت.
أحسنت صنعا. اذهب وأذن فقد تأخر الأذان. حسنا. الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا يا مولاي، أتسمع؟ مرة أخرى يصعد هذا الغلام المسجد وينادي لدين محمد بن عبد الله. منذ 7 سنين ونتحمل هذا الصوت، وأنت منزو في قلاع خيبر ولا تسمع هذا الصوت كل يوم يا مولاي. يا مولاي يا مولاي. أعلم يا شاس، أعلم إن هذا الصوت وهذا الكلام مزعج، ولكن ما بالك أنت؟ فإنك على أبواب الرحيل إلى خيبر. أنا لا أرغب في مغادرة يثرب يا مولاي أبدا، ولكني مضطر إذ إنني لا أطيق البقاء هنا. لا مولاي، فالمسلمون قد نغصوا علي عيشي. نعم، نغصوا علي عيشي. تمهل، ضعه هنا بدقة. يا حنا، ماذا في هذا الصندوق يا ترى؟ ماذا؟ لا شيء، إن هذا الصندوق جهازي وأحتفظ به من الماضي. إذا افتحيه لنرى جميعا ما فيه. دعه لها يا مولاي، دعه لها يا مولاي. لا يمكن ذلك. لا يمكن. لا يمكن؟ لا يمكن. أريد أن أعلم ما في الصندوق. لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن. حسنا يا مولاي، حسنا. يا حنا، يا حنا، يا شاس، ناولني المفتاح بسرعة. هيا بسرعة. ولكن يا شاس. لا يمكن. قلت لك لا يمكن. لا يمكن. ناولني المفتاح بسرعة. هيا، فالوقت متأخر، يجب أن نذهب. هيا بسرعة. افتح الصندوق بسرعة. هيا بسرعة، ناولني المفتاح. هيا. لا يمكن. لا يمكن. إنه أجمل صندوق لدي، فحياتي مرهونة به، ولولاه أموت. تنحي جانبا. تنحي جانبا. شاس، ما هذا؟ إنك تحمل في الصندوق سوق الذهب بيثرب يا شاس. إنها لثروة هائلة. تريد الآن أخذها إلى خيبر، أليس كذلك؟ أغلقوا باب الصندوق، أغلقوه. نعم يا مولاي، خذوا الصندوق. هيا خذوه. يا حنا، ألم يبقى شيء يا حنا؟ حسنا، إذا لنذهب يا مولاي، لنذهب. إنك اليوم قد تأخرت عن الأذان يا بلال، وجعلتنا نفكر بأمرك قلقين. أنا خجل منكم ولا أدري ماذا أفعل، لا أعلم. وماذا تفعل يا بلال؟ أما رأيت كيف دعا لك النبي في الصلاة؟ كما أنه كان مسرورا لمساعدتك فاطمة في شؤون المنزل، وقال لك يا بلال إنك أعنت فاطمة، وأرجو الله أن يعينك في حياتك. إنها ليست المرة الأولى يا عمار، فكثيرا ما يقوم النبي بمدح بلال والدعاء له، إذ إنه يحبه كثيرا. هل تتذكر اليوم الذي انتهت فيه معركة الخندق وتوضأ رسول الله وقال مخاطبا بلالا: اذهب وأذن وابعث بذلك فينا السرور؟ اذهب وأذن كي نقيم الصلاة. وما هذا إلا مدى حبه لهذا الغلام الحبشي. أو ذات يوم قال رسول الله:
إن بلالا يركب يوم القيامة ناقة من نوق الجنة ويؤذن، وإذا ما شهد بوحدانية الله وبرسالة نبيه محمد بن عبد الله حتى يأمره الله بارتداء ثياب الجنة. يا بلال، هنيئا لك هذه الدنيا والآخرة. كفاك يا عمار. فللنبي فيكم جميعا كلام حسن، وفيك أنت يا عمار، وكذلك أبويك كلام نبوي، حيث وصفكم بالنجوم المتألقة في سماء الحق، كما أن لرسوله أدعية خالصة وكلاما حسنا بحق الصحابة والمهاجرين والأنصار. ولم سكتتم؟ كفاكم يا أحبائي. لنذهب اليوم إلى بستان أسعد ونرتع هناك قليلا، ماذا تقولون؟ تفضلوا على الرحب والسعة. إذن لنذهب ونسترح قليلا أيها الأصحاب. السلام عليكم أيها المؤمنون. وعليك السلام. السلام عليك، أراك هنا يا عمرو. عليك السلام. جئت لزيارة محمد، لقد أصاب قبيلة خزاعة مكروه عظيم. مكروه؟ أجل. لماذا؟ لقد نقضت قريش صلح الحديبية فهاجمتنا ليلا وقتلت عددا كبيرا من قبيلتنا. نقضت قريش صلح الحديبية؟ لنذهب إلى رسول الله ونخبره لنذهب. يا عمرو. نعم. لو كان كما قلت فالحرب بيننا وقريش لا مفر منها. أشهد الله على ما قلت. جماعة منا كانت تغط في النوم ليلا عند بركة ماء، وأخرى تقيم الصلاة، وإذا برجال من قبيلة بني بكر يقتحمون هؤلاء المؤمنين ويبيدونهم عن آخرهم بتحريض من قريش. لماذا؟ لا لذنب إلا لكوننا مسلمين. صدقني يا عمار. هدئ من روعك يا عمرو. لنذهب إلى رسول الله ونرى بماذا يأمر. لنذهب. يا قوم، تظن قريش أنه يدب فينا الضعف والخوف، إذن علينا دخول مكة شاهرين سيوفنا للقضاء على قريش. اصبروا يا قوم، اعلموا أن الأمر يخص النبي وحده، ولن نتدخل في القرار الذي سيتخذه. ولكن ما أعلمه هو أن سماء مكة هي أجمل سماء. أتعلمون بذلك؟ كما ترون فإن مكة أصبحت تحت سيطرة المسلمين، وبذلك قد تحقق ما كنا نحلم به. وكما رأيتم فإن دما لم يسفك ودارا لم تهدم ومالا لم ينهب، واليوم نعيش في الصلح والسلم. والأفضل أن لا يكون بينكم أناس مثل عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية يتحينون الفرص لشهر سيوفهم بوجه المسلمين. واعلموا أن خالد بن الوليد هزم جماعة عكرمة، وأنا هزمت صفوان بن أمية. إذن لا تفكروا بمحاربة المسلمين، بل استعطفوا رسول الله، فرب العالمين معنا. يا بلال، يا بلال، الرسول يأمرك بأخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة. أعثمان بينكم؟ يا بلال، إنه غادر مع أمه إلى البادية خوفا من غضب المسلمين، وهو الآن خارج المدينة. من أي جهة الرحل؟ من تلك الجهة. إذن أنا ذاهب إليه. يا أهل مكة، يا أهل مكة، إن رسول الله يقول: اليوم تزداد مكة شأنا ولا أحد يستطيع النيل منها.
ذلك أن قبلة المسلمين فيها. واعلموا أن ليس لتقاليد الجاهلية مكان في الإسلام، وأن البشر خلق من آدم وآدم من تراب. إذن كلنا إخوان لا فرق بيننا. عثمان، لا تخف، أعطني مفتاح الكعبة. ليس عندي. إنه ليس عندي يا بلال. من هذا الغلام يا عثمان؟ إنه بلال يا أمه، ويطالبني بمفتاح الكعبة. لا، أنا لن أسلمه المفتاح، فهو لهبل والعزى. منذ سنين طوال ولنا سدانة الكعبة، وهذا تراث ما زلنا نحتفظ به. لا أسلمه المفتاح. أيتها العجوز، اللات والعزى ومنات وهبل قد مضى دورها قبل سنوات، وإن لم تكوني عجوزا لقتلتك حالا. ناوليني المفتاح فرسول الله يطالب به. رسول الله؟ إنه يقصد محمدا ابن عبد الله يا أمه. كنت أعلم أن محمدا سيجرنا إلى التهلكة لا محالة. ناوليني المفتاح. أمه، أعطيه المفتاح وخلصينا. أسرعي أيتها العجوز. يا عثمان، أين أنت ذاهب؟ تريث عثمان، تريث يا عثمان. ترى ماذا حصل؟ وهل حقا أن عهد الأصنام قد انقضى، قد ولى؟ يا قوم، إن هذه الأصنام عند زعماء قريش الكفرة كانت آلهة لخداع الناس وإضلالهم، واليوم جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا بلال، قال رسول الله: اصعد الكعبة وأذن. حسنا. اذهب يا بلال. حسنا حسنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أتعس أن تطأ قدما غلام حبشي سطح الكعبة. لقد أذلونا يا ابن أسيد، ولا مفر منك أبدا. إذا صدقتم أن محمدا ذهب سرا وعاد إلينا قويا. نعم نعم، عاد قويا، عاد قويا. ليتني كنت قد مت قبل ذلك ولم أسمع هذا الصوت أبدا. لا أدري ماذا ألم يكن سنفعل. لمحمد مؤذن غير هذا العبد لا أدري، الأسود؟ ألم لا يكن أدري. غيره؟ كان أبي محظوظا إذ مات ولم يسمع هذا الصوت. ليت الأرض تنشق وتبلعني ولا أسمع هذا الصوت. لا أرغب في سماع هذا الصوت. إذا أنا ذاهب. تريث يا حارث، فأنا سأرافقك. حي على خير العمل، حي على خير العمل. يا ابن أسيد ألا تأتي؟ بلى سآتي، لقد أزعجني صوته. هيا لنذهب، هيا. لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله. ومصيبته، الويل لي. ترى أي باب أطرق بعد اليوم وأقول الصلاة يا رسول الله؟ أين هو محبوبي؟ أين هو مولاي؟ أين هو رسول الله؟ لقد ذهب حبيبي، لقد ذهب حبيبي، ذاك الذي كان هو يؤذن. لقد ذهب حبيبي، نبي المسلمين، محمد الأمين، خاتم الرسل. ومصيبته ومحمدا، لقد انكسر ظهري. ليتني لم تلدني أمي ولم أر موت رسول الله. موته قصم ظهري ومزق فؤادي. وويلتاه وويلتاه وويلتاه. بلال، يا بلال. يا بلال، يبدو أنه يناديك. لا سأن لي بأحد منهم. السلام عليك يا بلال. وعليك السلام. لما أنت جالس هنا وتنظر إلى البادية؟ إنها أرض الله الواسعة، والنظر إليها أفضل من النظر إلى هؤلاء الأوغاد بعد رحيل الرسول. ما هذا الذي تقوله يا بلال؟ رحمة الله على رسوله الأمين. لما لا تأتي إلى المسجد وتؤذن هذه الأيام؟ لا أستطيع، لا أستطيع. لماذا؟ ترى ماذا حصل؟ إنك ما زلت صاحب مكانة عظيمة عند أتباع محمد. إذن لما لا تؤذن؟ إن وراء كل حادث سببا يا ابن عوف. أنا لا أؤذن بعد اليوم، فقد تخليت عن هذه المهمة. هل تعلم ما تقول؟ أجل، اذهب وأخبر الجميع بالأمر. حسنا، ولكن اعلم أنك بذلك تزيد من غضب القوم. ليكن. اذهب يا ابن عوف ولا تزعج نفسك. يا بلال، أتدري ما تفعل؟ أجل، أعلم. نحن نقترب من الليل يا بلال، لنعود إلى البيت. لا، عودي وحدك، فأنا أحب النجوم في الليل وسماء البادية كذلك. إذن أنا ذاهبة لآتيك بالطعام. يا أسماء،
اذهبي بسرعة وأخبري بلالا أن الزهراء تنتظر بشوق سماع الأذان. وأين هو يا مولاتي؟ إنه يستظل بسقيفة في البادية. أخبريه بما قالته الزهراء. حسنا. أشهد أن محمدًا رسول الله. ألا تشرب؟ السلام عليك يا بلال. وعليك السلام. ماذا جرى؟ يا بلال، مولاتي فاطمة تطلب منك أن تؤذن كي تقلل حزنها عند ذكر أبيه. أن أقوم برفع الأذان للزهراء؟ سأفعل. إن الزهراء مولاتي وبضعة رسول الله، لا شك أني أؤذن حتى تسر فاطمة. ما عندي كله من آل الرسول. ليتها كانت تطلب مني روحي. ليتها لأذهب الآن إلى المسجد وأنادي بصوت عال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. يا بلال، كف عن الأذان، كف عن الأذان. لماذا يا أسماء؟ فاطمة قد غاب وعيها لدى سماعها اسم أبيها رسول الله. غاب وعيها. كنت أعلم ذلك، غير أن فاطمة طلبت مني أن أؤذن، ولن أؤذن بعد اليوم ما دامت هي تريد ذلك. لن أؤذن بعد اليوم، لن أؤذن. بلال، كنت قد أعلنت أنك لن تؤذن. أجل، فهذا ما نويته، غير أن ذلك كان من أجل فاطمة، والكل قد سمع أن الأذان لم يكتمل. في أمان الله. بلال، استمع لما نقوله يا بلال. الأفضل أن تستمر في رفع الأذان كما في الماضي وتبقى في المدينة حتى تسعد في حياتك، وإلا ماذا؟ عليك أن تخرج من المدينة وترحل. حسنا،
حسنا، سأخرج. ترى ماذا تنفعني السعادة بعد رحيل رسول الله؟ شئت ذلك أم أبيت؟ فأنا أخرج من المدينة يا ابن عوف. إلى أين تذهب؟ إلى السام. ولم الشام؟ إن طبيعتها تلائمني، وبإمكاني أيضا أن أذود عن حياض الإسلام، وهو عمل نافع، وأن أعلم الناس ما تعلمته من الله ورسوله، وهذا يزيدني فخرا واعتزازا. لمن نسلم حصتك من بيت المال؟ إنني عامل يا رجل، ولست بحاجة للمال. وإن سئتم سلموا حصتي لأخي أبي رويمة من قبيلة خثعم. في أمان الله. وأنت أيضا سرت يا هند؟ لا يا بلال، إنك زوجي العزيز. أتذكر اليوم الذي طلبت فيه يدي. قال رسول الله: أتريدين رجلا أفضل من بلال؟ فهو رجل من رجال الجنة. وحينها أحببتك لأنك رجل من الجنة، حتى في تشردك هذا. وداعا يا مدينة محمد، وداعا يا مدينة الإسلام. كما ترين فقد أخرجوني منك، ولكن اعلمي يا مدينة الرسول أن روحي تخلد بين جنباتك، كما يخلد فيك محمد خاتم الأنبياء.